خسرنا احنا صح؟ خسرنا خلاص، تمام يا باشا، ما عنديش مشكله. هي الكوره كده مكسب وخساره، مش مشكله تخسر. بس فلتر لي ميتين اللعيبه دي بقى. فلتر لي اللعيبه دي بقى اللي ما ينفعش تلعب بتيشيرت النادي الاهلي، يعني ما ينفعش تعدي من جنب سور النادي الاهلي بقى. يعني خلاص بقى، في شويه لعيبه كده. يعني هم خلاص هيجيبوا لنا جلطه بقى. يعني انت فاهم حاجه؟ انت بتخسر من انبي 1-0 في اول ماتش ليك في بطوله كاس عاصمه مصر، وانت بتلعب بلعيبتك على فكره. مش هقول لك بقى انت بتلعب بناشئين يا باشا. باشا انت ما بتلعبش بناشئين، انت بتلعب بلعيبتك. انت بتلعب بطاهر محمد طاهر، بتلعب بعمر كمال، بتلعب باشرف داري، بتلعب بمصطفى العش الصفقه الجديده اللي لسه جايبه السنه اللي فاتت، بتلعب بجراديشار المهاجم الاجنبي للنادي الاهلي، بتلعب باليو ديانج، بتحمل لعب باحمد رضا لاعب بتروجيت الصفقه اللي لسه جايبها، بتلعب بيعتبر بقوام اساسي لاي فريق. انت بتلعب بقوام اساسي. دول بدله جميل. انت ما بتلعبش بناشئين. بدلة النادي الاهلي المفروض يكونوا على قدر اللعيبه الاساسيه، حتى لو اقل يكونوا اقل حاجات بسيطه، ولكن اللي احنا بنشوفه ما هو الا تهريج يا ريس. تهريج، وربنا تهريج. في ناس ما ينفعش تلبس تيشيرت النادي الاهلي ولا تعدي من جنب السور. عمر كمال عبد الواحد كان في مودرن سبورت كان بيولع نار، كان تنين. واول ما جه النادي الاهلي الواد ده قلنا خلاص بقى، الواد ده هيبقى بديل محمد هاني وهيريح محمد هاني على الدكه. عمر كمال عبد الواحد نسي اساسيات كرة القدم، نسيها تماما. انا نفسي اعرف النادي الاهلي قعد 3 فترات كده بيحاول يضم محمد شكري ليه؟ مين اللي قرر ان هو يضم محمد شكري تعويضا لغياب علي معلول ومشى كريم الدبيس عشانه؟ شايفين في محمد شكري ايه امكانيات محمد شكري بالخط ده الساذج اللي هو عمله النهارده، اللي تسبب لك في خساره الماتش؟ انت جايبه علشان يكون الباك ليفت الاساسي للنادي الاهلي. على اي اساس؟ فين القدرات وفين الامكانيات اللي الناس شافتها في النادي الاهلي علشان تختار محمد شكري ويفضلوا 3 فترات كده يحاولوا يتعاقدوا معاه؟ انا مش فاهم بصراحه. طاهر محمد طاهر غريب امره. مستني ايه؟ انت مستني ايه يا طاهر؟ انت جايلك فرصه من ذهب. نجوم الفريق كلهم مش موجودين، ولا تريزيجيه ولا اشرف بن شرقي ولا زيزو. ففرصه من ذهب ان انت تثبت ان انت تستحق تكون موجود داخل النادي الاهلي. ولكن طاهر برضو مازال بيمشي على سطر ويسيب سطر، يمشي على سطر ويسيب سطر. مش عارفين طاهر عايز يوصل بيني لحد فين. نفرح بيه أوي ونطلع بيه السما، وهوب يقوم واخدنا من سابع سما ينزلنا سابع ارض على جدور رقبتنا. احمد رمضان بيكهام، والحمد لله ان هو اعاره، واكيد يستروب مش هيوافق ان هو يشتري عقده من سيراميكا كليوباترا. ده قصته مقفوله بالنسبه لي. اشرف داري يا ريت في اسرع وقت ممكن نحاول نطلعه، سواء بالبيع او الاعاره، لان هو يا اما بقى مش راجع بدنيا كويس، يا اما هو خايف يتصاب.